تعرفون من هو البلوجر اللي كان على أيام جدي وجدك؟ قبل ما تكون حياتنا عبارة عن ترندات عم نركض وراها وريلات ضعنا فيها، وكل تسلاية لازم تكون عن يوتيوبرز وتيك توكرز يحبون يخبرونا أين يروحون وإيش ياكلون، وحتى فاها الرقمية كانت شاشات الناس محصورة بصندوق خشبي تشترك فيه بقرش، بس أيمتى يكون متاح وإيش عم يعرض هاد أنت وحظك. صندوق الدنيا يلي فينا نقول إنه هو أول شاشة عرفتها البشرية، عدسة عم تعرض لك صور عم تقلب، والبرغي يلي يحركه صاحب الصندوق هو الخوارزمية، وهو اللي يقرر أيمتى تقلب الصورة وأيمتى تتوقف. مشان نتحمس، وطبعا ما في لا تخطي إعلان ولا إنترنت ضعيف، في بس خيال واسع يخلي الصورة الثابتة والصامتة تتحرك وتحكي بعقلك. أما الحكواتي فهاد قصة تانية. يا سيدي، هاد كان أول بودكاستر بقهوة النوفرة، بلا ميكروفون وسماعات عزل ضجيج، أغراضه كانت سيف وطاولة خشب وصوت يزلزل القهوة. وهالحكواتي كان يعمل لايف حقيقي ويوقف البث لما يقع البطل بمصيبة وتتأجل الحلقة لتاني يوم. اليوم الشاشات صارت بجيوبنا، والقصص عم تخلص بريل من 15 ثانية، والناس بطلت تستنى البطل ينتصر، صار بدها تعرف أيمتى نام البلوجر الفلاني وأيمتى فاق البلوجر العلاني. من زمان كان الصندوق ضيق بس الخيال واسع، اليوم الشاشة HD والخيال محدود. من زمان كانت القصة وحدة عم تتكرر، أما اليوم كل يوم في قصة وترند جديد بس يروح فوراً بلا أثر. هات تشوف، تقدر تستغني عن موبايلك يوم كامل مشان تشوف صندوق الدنيا أو تسمع قصة للحكواتي؟